صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل اللي شاف الفيديو يدخل يشترك في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك عشان ترفعوا الفيديو. النهاردة هنعمل معاكم صينية لازانيا، مكوناتها موجودة في كل بيت، سهلة وبسيطة، مش هتاخد معاك وقت. وكمان طعمها بنات حلو خالص على فكرة. انا اول مرة اجربها، بس بصراحة طلعت احلى بكتير من المكرونة البشاميل. هي نفس الخطوات اللي هتمشي عليها زي كأنك هتعمل صينية مكرونة، بس حلوة يا بنات، طعمها احلى بكتير. ده شكلها يا بنات بعد ما طلعت من الفرن. على فكرة كانت لسه ساخنة وطالعة، يعني تقطعيها قطعة قطعة زي ما انت عايزة. شايفين حتى لو موضح في الفيديو ان هي لسه طالعة من على الفرن. ودي صينية مكرونة، فاضوا مننا شوية بشاميل، رحت سلقت شوية مكرونة بسرعة وعملتهم. يعني هي نفس خطواتها. واللي كان المقصود من الفيديو لازانيا، بس دول فاضوا رحت عاملاهم، يعني مش خسارة نركنهم. اول حاجه يا بنات هتجيبي معلقتين اي ماده دهنيه عندك اما تستعمليها، سواء كانت زيت او سمنه او سمنه بلدي، زبده، اي حاجه. حطيت معلقتين يكون كفايتك اللي هتكفي اللحمه. وانا استعملت يا بنات للصينيتين دول كفوني نص كيلو لحمه مفرومه بس. اول حاجه هتجيبيها كميه البصل اللي انت عايزاها عادي، يعني لو هو المفروض لو هتعملي نص كيلو لحمه مفرومه تحط عليها نص كيلو بصل. قطعتها عريض يا بنات، بلاش الكبه والحاجات ديت، هي كل ما تقطعي عريض بس، يعني حاولي على قد ما تقدري تصغر القطعه بتاعتك يعني عشان تبقى مظبوطه معاكي. وهتتبل البصل يا بنات في الاول خالص، بس من غير ما ياخد لون، يعني يا دوبك يدبل بس. ومش هحط له اي توابل غير لما نعصج اللحمه يا بنات، عشان بس ما تنزلش العصاره اللي فيها، والبصل ينزل ميته وتشد معاك اللحمه بعد ما تستوي. اخر حاجه خليها البهارات بتاعتك الموجوده عندك. بعد ما تدبل البصله خالص هتنزلي باللحمه. بس يا بنات ما تخليهاش تاخد لون، يعني يا دوبك تتبل كده، خلوا طعم البصل يكون باين، اما يخلي اللحمه طعمها احلى. في التوابل او في الخضار اللي عندك الموجود عندك حطيه، واللي مش موجود ما تحطهوش، براحتك. يعني ما تجبريش نفسك على حاجه معينه، او دي مش موجوده عندي لا ما اعملهاش. ده نص كيلو لحمه مفرومه يا بنات حطيته على نص كيلو البصل. والبصل مخدش لون، يدوبك التبل بس، يعني يدوبك المية اللي فيه نشفت مش اكتر. هتقلبي فيهم من 3-4 دقايق بس، يعني عشان ما تشدش معاكي. وبعد كده ابتدي حط الخضار بتاعك عادي. واحلى حاجه يا بنات لو جربتوا ان انتوا محطوش البصل بس، حط معاها فصين توم مهروسين بعد ما اللحمه تتعصج كويس. حط فصين توم مهروسين هتديكي طعم عسل. ناس كتير لما تعمل الطريقه ديت ما تحطش توم عليها، جرب التوم ويديكي، يعني هتدمنيها وتعمليها على طول بالتوم. ناس كتير مش ما تحطه، بس انا بصراحه كل ما اجي اعملها اما احط التوم على طول. شايفين؟ هي 3 دقايق بس وهتبقى استوت معاكي كويس خالص. هو انتوا شايفينها فاتحه، بس هي كانت استوت كويس يعني. ده هي بنات ده التوم المفروم، اما يديها طعم وريحه خرافه بصراحه. اللي ما جربهاش قبل كده بالتوم يحط له وشوفها يبقى طعمها. قلب دقيقتين، ما تخليش التوم برضه ياخد منك لون، يدوبك يدبل بس عشان كله يشرب من بعض، يخلي طعم الحاجه تكون ظاهره، اذا كان الخضار او اي حاجه ما تعمليها تخليها تبقى باينه الطعم معاكي. واللي موجود عندك زي ما قلت لك حطوه، مش موجود ما تحطوهوش. ده يا بنات على حسب رغبتكم، عاد موجود عندك حطيه، مش عايزاه خالص ما تحطوش لو مش حابه طعمه. فلفل الوان، وانا حتى نص قرن واحد فلفل ساخن لو حباها تكون سبايسي شويه يعني. انا بحب الطعم ديتي فعشان كده حطيته، مش عايزاه برضو ما تحطوهوش، ما تجبريش نفسك على حاجه. وما تحكميش نفسك في المطبخ بالذات، ما تحكميش نفسك في اللي موجود بس، لا. فلنفرض حاجه مش موجوده وعايزه تعمليها الغيها عادي، مش هتفرق كتير يعني. والتوابل يا بنات اللي معانا: كاري، توم بودرة، بصل بودرة، نص معلقة شطة وملح، فلفل اسود، كزبرة وكمون، 7 بهارات، وبابريكا. البابريكا حلوة جوه على فكرة، والكاري، هو الكاري ما يغير لون اللحمة والخضار، ما يخليها عطع على اصفر شوية، بس طعمه حلو خالص والريحة حكاية. هتقلبي دقيقتين برضو. شايفين خلاص اللحمة ابتدت كده تستوي معايا، عشان كده حطيت التوابل يا جماعة، عشان بس ما تحطهاش في الاول. ودي طماطم، لو مش حابه الطماطم حط معلقتين صلصه طماطم عادي اللي هي الجاهزه يعني. بس هو الطماطم بصراحه لما تكون انت اللي فرماها يعني، وتكون طماطم طازه، اما تبقى عاطيه طعم حلو خالص للحمه، تخليها تبقى حلوه كده وتبقى طريه معاكي. انا بحب الخلطه تكون طريه شويه، ما بحبهاش تبقى ناشفه، او اللحمه اللي هي واحده واحده كده، لا. خليها فيها يعني تبقى منزل الميه بتاعتها الطماطم فيها، وتبقى طريه شويه. البشاميل عاد
على حسب الكميه اللي تعمليها. انا اول حاجه اخلي معاكي البشاميل يبقى طعمه حلو قوي، معلقه واحده سمن بلدي. لو عايزه تحطيها كلها الكميه سمن بلدي براحتك، بس هيبقى تقيل شويه. انا حطيت معلقه واحده سمن بلدي، والباقي اللي هو زبده عادي ماشي، زيت عايز براحتك، او سمن علب. انا حطيت سمن علب ومعلقه واحده سمن بلدي عشان تغير الطعم بس. واللبن على فكره، والدقيق اللي هحطه على حسب برضو الكميه، على قد ما تحط سمن على قد ما تحط دقيق. في البيت يا جماعه مفيش حاجه تغلبكم. لو حطيت 5 معالق سمنه احط 5 معالق دقيق. بس انا بصراحه حطيت بالبركه. هو الدقيق انا عديته قدامكم، بس السمنه انا ما كنتش عارفه قد ايه بالظبط، بس طلعت الكميه مظبوطه. هتقلبي فيهم، اهم حاجه الدقيق ما يبقاش ني عشان طعمه ما يبقاش باين. يعني تخلي الزيت بتاعك السمنه تسخن شويه، وبعد كده حطه وقلبي دقيقتين لحد ما يغيرش لونه. بس تحس ان ريحه الدقيق طلعت كده ان هي استوت. اللبن اللي هحطه على فكره داتي مش حليب سايل، يعني مش طازه، ده لبن بودره وانا مدوباه. عشان برضو ما تحكميش نفسك في المطبخ، بس ان لازم تبقى الحاجه موجوده. انا ما كانش عندي حليب، وجبت اللبن البودره ودوبته عادي في ميه عاديه خالص من الحنفيه، وبعد كده عملت بيه. وهتشوف القوام قدامكم دلوقتي حكايه، عشان يعني جربوها على فكره، وطعمه حكايه، مش هتفرقيه بينه وبين اللبن الطبيعي. برضه هتحط على البشاميل اللي معاكي معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، ده على حسب اختيارك. عاد لو عايزه تحطي توابل تاني براحتك، مش عايزه خلاص. شايفين القوام؟ على فكره هو تقل تاني، يعني عشان تبقوا عارفين بعد ما يهدي شويه تقل تاني. دي لازانيا يا جماعه الملكه، في منها نوعين عشان تبقوا عارفين. في نوع لازم يتسلق، ونوع تحطيه عادي زي ما هو. انا بصراحه كنت اول مره اجربها دياتي، بس مكتوبه الطريقه على العلبه انه تحطيها عادي من غير سلق، وطلعت خرافه. بس لما تيجي تعمليها نصيحه، تخلي البشاميل اطرى شويه، يعني ما تخليش جامد كده، خليه طرى عشان المكرونه تستوي معاك، لان يعتبر اللي هيسويها البشاميل، هو اللي هيديها الطرايه اللي فيها عشان تطرى يا جماعه وتبقى كويسه معاك وتطيب بسرعه. هترص اول حاجه بشاميل في الارضيه، وبعد كده ترص المكرونه في اي صينيه عندك، على عايزاها طبقتين، عايزاها 3، عايزاها 4، على حسب الصينيه اللي تحطي فيها، ما تحكميش نفسك. وبعد كده ترصي المكرونه وتحطي بشاميل تاني عليها، ما تحطيش اللحمه على طول عشان ما تبقاش ناشفه. حطي بشاميل بين كل طبقه وطبقه قبل اللحمه. لو عندك جبنه موزاريلا برضه عايزه ترصي بين الطبقات عادي، انا ما حطيتش بصراحه عشان ما كانش عندي كفايه، حطيت على الوش بس. واللحمه بين كل طبقه وطبقه، ونفس الحوار لحد ما تخلصي العلبه معاكي. مش هتاخد معاكي وقت، ورصها سهل خالص. واحلى ما فيها ان هي مش هتستلج عادي. يعني لما تفكر تجيبي، هات النوع اللي ما يستلجش، لان لما اللي بيتسلج يا بنات في الاول اما تعجن منك وما تلزق في بعضيها، عشان تبقوا عارفين مش زي المكرونه سهله. يعني اول ما تستلج وتيجي ترصيها تلاقيها مسكت في بعضيها كلها. ده كان اخر طبقه معايا. حطيها عادي زي ما انت عايزه، وزي ما قلت لكم الصينيه ما تحكميش نفسك، الرص في اللي انت عايزاه. ودي شويه جبنه موزاريلا كانوا عندي في التلاجة، فانا نسيت اطلعهم عشان كده بفكهم بايدي. سهله خالص وما خدتش معايا بامانه. يعني اول ما جهزت الحاجه ما خدتش معايا 10 دقايق على البوتاجاز وكانت خلصت. هتدخليها الفرن لحد ما تاخد، لو عندك فرن اللي هي تشتغل فوق وتحت، شغل الاتنين مع بعض عاد ما تستوي. مش هتاخد منك تلت ساعه بالكتير او ربع ساعه. انا شغلت تحت بس عشان ما عنديش الفرن تشتغل مع بعض. وده شكلها بعد ما طلعت. شغلت اول ما الجناب بتاعتها احمرت، شغلت الشوايه عليها، مفيش دقيقتين وكانت استوت كده بالمنظر داتي. جربوها يا بنات هتعجبكم خالص بامانه، طعمها حكايه. ودي شويه بشاميل فاضوا مننا، وكانوا في معلقتين لحمه مفرومه فايضين، فانا استخسرت اركنهم بصراحه، ولا انا اكب البشاميل وارميه. رحت سالقه نص كيلو مكرونه بسرعه، ورحت عملت بيهم الصينيه التاني. ده كله يا بنات وجبه حلوه خالص، طعمها حكايه. بنص كيلو لحمه مفرومه، بس حاجات سهله وبسيطه ما خدتش مننا وقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف على قلبكم، واتمنى كل اللي شاف الفيديو يكتب تعليق ويحطوا لي لايك واشتركوا في القناه، وجربوها يا بنات هتعجبكم خالص بامانه. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.